جبت لكم طريقتين جداد لعمل لحمة الراس واللسان، بجد اختراع. انا عن نفسي ما كنتش مصدقه ان انا باكل لحمة راس من جمالها. اللحمة طالعه دايبه كده ذوبان، وريحتها قلب الدنيا، وطعمها بجد كان في منتهى الجمال. هنعملها في صواني وفي طواجن، طريقه كده تشرفك في العزومات وتقدري تعمليها في العيد. اي حد ما بيحبش لحمة الراس يجرب الطريقه دي، هيغير فكرته تماما عنها وهيعشقها باذن الله. كمان هنعمل شويه شوربه كده تنفع معانا لجميع الاستعمالات. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو وصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا بينا نبتدي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه معايا حوالي لترين من الميه في بوله كده عندي، هنزل عليهم بمعلقه ملح ومعلقه خل، وهشطف لحمه الراس بتاعتي كويس تحت الحنفيه، وبعدين احطها في محلول النقع ده لمده 10 دقائق تقريبا، علشان لو فيها اي ريحه زفاره تبتدي تنضف معايا تماما. بعد 10 دقائق هبتدي اغسلها كده علشان لو فيها اي شوائب شبه اللي انتم شايفينها دي. وكمان كان معايا قطعه من اللسان والشفايف بتاعه الذبيحه، فدول لازم يتنضفوا كويس لان الجلد اللي فيهم ده لازم يتشال. تمام. فهحطهم في ميه مغليه كده، وهرفعهم على النار كمان لمده دقيقتين كده، لان الميه المغليه لوحدها ما نفعتش، فلازم يترفعوا على النار علشان الجلد ده يبتدي يسيب معايا. وخلاص بعد ما رفعتهم من على النار هبتدي اكحتهم كويس جدا، سواء بايديا كده او بالسكينه. شايفين بيطلع منهم ايه؟ طبعا ما ينفعش ينطبخوا بالمنظر ده ابدا. وخلي بالكم كمان لحمه الراس وارد بيكون فيها شعر، فاغسلوها كويس جدا جدا. يعني انا بعد ما هخلص القطعتين دول هاخد اللحمه كلها اغسلها تحت الحنفيه كويس جدا، وبعد كده تعالوا بينا نشوف اول طريقه نقدر نعمل بيها لحمه الراس وتكون في منتهى الجمال. حطيت حله على النار فيها ميه، واول ما تغلي هبتدي اسقط كميه اللحمه اللي معايا بالشكل ده، والكميه دي يكفيها بصلتين بس متقطعين 4/4، لكن انا بحب ازود البصل في الشوربه. هضيف كمان طماطميتين متقطعين 4/4، والبهارات بتاعتنا هتكون عباره عن فلفل اسود، ورق لوري، وحبهان، بس مش اكتر من كده. هقلبها بالشكل ده وهغطيها لمده 5 دقايق ونرجع لها. بعد 5 دقايق هتلاقي ان الشوربه بتاعتك بتغلي بالشكل ده، وعملت او كونت ريم على الوش. ابدأي لم الريم ده، وكل ما تلاقيها عملت ريم شيليه. وهنغطي عليها بقى، بس نخلي بالنا الغطا يكون موارب كده علشان هي هتغلي كتير فما تفرش وتبهدل البوتاجاز. هسيبها لمده تلت ساعه، وبعد تلت ساعه تجيبي شوكه وابداي اعصري الطماطم دي على جنب الحله زي ما انت شايفه كده. التركه دي هتخلي الشوربه بتاعتك لونها مميز وطعمها بجد في منتهى الجمال. ركزي بس معايا في كل التركات اللي هقول لك عليها، وفي اخر الفيديو هقول لك شويه نصايح بجد دمار. طبعا الملح مش بينضاف دلوقتي خالص، بعد نص ساعه من التسويه ببتدي اضيف الملح. يعني الملح بينضاف في الاخر تقريبا وهي مستويه بنسبه 80% مثلا. شايفين لون الشوربه بجد مميز جدا جدا، ولما تكمل سواها هيبان لونها اكتر وهتكون اجمل من كده بكتير. خلاص هنا كان عدى نص ساعه، هبتدي اضيف الملح، وحاولوا ما تكتروش ملح، يعني نص معلقه بس. لو احتاجت معاكي ملح احسن ما تطلع معاكي حادقه. هغطي عليها بقى واسيبها تكمل تسويه، وهنا كانت خلاص استوت تماما. هبتدي بقى لو حابين تاكلوها لحمه مسلوقه كده بجد كده خطيره جدا. دي طريقتي اصلا المعتمده، يعني لما بحب اكل لحمه راس بالشوربه بتاعتها لحد هنا وباكلها. لكن لو حابين الطريقه المميزه اللي هتشرفكم قدام ضيوفكم، ويا سلام بقى لو عملتوها في العيد هتشرفكم بجد، والكل هينبهر بيكم بسبب الطريقه الجميله اللي هتشوفوها دلوقتي. هبتدي انشل اللحمه كلها في طبق كده، وهطلع منها الورق اللوري والطماطم والحاجات دي وهركنها على جنب. تعالوا معايا دلوقتي في كسرولة فاضيه عندي هنزل بتلت كوبايه من الزيت، وعليها نص معلقه من الثوم المفروم، وهبتدي اقلب الثوم كده لحد لما يبدا يحمر معايا، مش عايزه اغمقه، يعني هو كده كويس. هنزل عليه بحوالي كوبايه من عصير الطماطم او كوبايه صلصه، وهبهر بملح وكمون وفلفل اسود، وهسيبها بقى تتسبك على النار. وطبعا لو عملت التركه دي يبقى انت هتنافسي طباخين الافراح. كملي بس واللي جاي اخطر. دلوقتي كمان هجيب حوالي 5 بصلايات وسط، وهجيب المبشره بتاعتي وبالسلاح اللي انتوا شايفينه ده الرقيق جدا اللي هيديكي سلايسات كده من البصل. هبتدي ابشر البصل بتاعي كله بالشكل اللي شايفينه ده، هيطلع رقيق جدا معايا لان انا مش محتاجه اسويه كتير. تمام. هبشر ال5 بصلات وهقول لكم هنعمل فيهم ايه. بعد ما بشرتهم كلهم ده كان شكلهم زي ما انتوا شايفين، هبتدي اقطع عليهم كمان قرن واحد من الفلفل الاخضر، سواء حار او بارد بقى ده حسب رغبتكم. وبعد كده هبتدي ابهر بملح وكمون وفلفل اسود وبهارات مشكله. بعد ما ضفت البهارات هدعكهم كويس جدا جدا. الخطوه دي
هي السر بقى، دي اللي هتديك الخلاصه، هتديك ريحه تقلب الدنيا وطعم بجد جميل. هنزل بقى باللحمه بتاعتي واقلب البصل مع الفلفل الاخضر مع اللحمه، وبعد كده هضيف الصلصه الخطيره بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي اقلبهم في بعض كويس جدا. وبعدين هنزل بيهم في بايركس او في طاجن او في اي حاجه عندي، كل حاجه تنفع معاكي، حتى لو صينيه الومنيوم، اي حاجه متوفره عندك. انزلي بكميه اللحمه بتاعتك بالخلطه بتاعتها في الصينيه، وبعد كده جيبي نص كوبايه شوربه وحطيتها انا في الكسرولة اللي كنت عامله فيها الصلصه، وهبتدي يا اما تغطوا بقى بورقه الومنيوم يا اما زي ما هي كده وتدخلوها الفرن على درجه حراره 200 حوالي تلت ساعه، وشمولي بقى الريحه الجميله ودوقوا الطعم والذوبان. يعني انا عايزه اقول لكم والله جوزي يعني قال ان هي دي مش لحمه راس خالص، يعني طعمها بجد مختلف وريحتها بجد كانت جميله. الطريقه هايله جدا جدا. عايزه اقدم لكم نصيحه، يعني وانتوا بتعملوا شوربه اللحمه بجد اعملوها بطريقتي، هتفرق معاكم جدا جدا. وما تكتروش الميه بتاعت الشوربه، يعني خلوا كده عينيكم يعني مقياس ليكم، ما تحطوش ميه كتير علشان ما تبقاش الشوربه خفيفه كده ومش دسمه. تمام. ولو افترضنا ان انتوا حطيتوا ميه قليل وبعدين محتاجين تضيفوا ميه للشوربه، فاغلوا ميه، يعني ضيفوا لها ميه مغليه. شايفين بقى اللحمه دايبه ذوبان وطعمها بجد خطير، اللهم بارك. تنفع تتاكل بالعيش وتنفع بالرز، هتنفعكم جدا في العيد وهتشرفكم بقى كده. جربوا الطريقه دي في العيد، جميله جدا جدا. لو لسه مكملين معايا لحد هنا فيلا حطوا لايك للفيديو، مستنيين ايه؟ ويا ريت لو بتشوفوني لاول مره انزلوا حالا اشتركوا في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، ما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.